أنبت الأحرار أشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في هممي ولدمها وكتر نور ونار لإخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث واليقين. معاشر المتابعين والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات بنمسك أن يقدم لكم بمناسبة عيد الشباب المجيد هذه الندوة العلمية المباركة التي تشرف عليها لجنة الدراسات والأبحاث والتكوينات، والموسومة بعنوان عيد الشباب، عيد لبعث الطموح والأمل من أجل بناء غد مشرق. خير ما نفتتح به هذه الندوة المباركة آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا عضو اللجنة الفقيه الخطيب سيدي حسن ببالي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين. نفع الله القارئ والمستمعين. بعد هذه القراءة العذبة لمطلع سورة الكهف، نبسط بين أيديكم سياق التاريخي للاحتفاء بعيد الشباب المجيد. يحتفي المغاربة قاطبة بذكرى عيد الشباب المجيد في 21 من غشت من كل سنة، فرحا باليوم الذي رأى فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله النور سنة 1963. ويعود أول احتفال بعيد الشباب في المغرب إلى يوم 9 يوليوز سنة 1956، أي بعد 4 أشهر فقط
من حصول المغرب على استقلاله، حينما قرر الملك الراحل محمد الخامس طيب الله ثراه الاحتفال بعيد ميلاد ولي العهد آنذاك مولاي الحسن، أولا اعترافا من جلالته بالدور الريادي الذي قام به الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه إبان فترة الاستعمار، وخاصة خلال الفترة نفي الملك الشرعي للبلاد وعائلته إلى جزيرة كورسيكا في مدغشقر، حينما لعب الأمير يومئذ دورا كبيرا في التنسيق مع الحركة الوطنية، وربط العديد من العلاقات الدولية ليسترجع المغرب استقلاله ويعود الملك الشرعي إلى عرشه وشعبه. وثانيا لتكون مناسبة عيد الشباب محطة ملهمة لكل الشباب المغاربة ليكونوا بدورهم رمزا للطموح والإرادة، شباب الكفاح وشباب الحماس وشباب الوعي والإرادة. أيها المتابعون الكرام، لقد كان احتفالا من أجل التعبئة وتفجيرا لطاقات الإبداع ولمخزون الإنتاج والعطاء عند شباب الأمة. استمر الاحتفال بهذه المناسبة في هذا الميعاد إلى أن توفى الله تعالى الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، ليتغير توقيت المناسبة إلى يوم 21 غشت من كل سنة، يوم ولد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ناصره الله، الملك الشاب الذي تعلقت به أفئدة شعبه منذ توليه قيادة البلاد، وهو منذ ذلك اليوم يسعى جاهدا للرقي بالمغرب الحبيب حتى يجعل منه بلد أمن واستقرار يحظى بثقة كبرى الدول العالمية، وتتهافت الدول الصديقة والشقيقة لربط أواصر المحبة والتعاون معه في كل المجالات. إن عيد ميلاد جلالة الملك يمنح للجميع وخاصة الشباب فرصة للتأمل والتذكر وإعادة قراءة الأحداث وما تنطوي عليه من دلالات ودروس كثيرة. أولها أن عيد الشباب يقترن بتاريخ الوطن والأمة، ويبرز كمحطة رئيسة في مسيرة المغرب الحديث. وثانيا لأنه يظهر مدى التجاوب العفوي والحب المكين بين الملك وشعبه الوفي. وثالثا لأنه يشكل محركا ودافعا نحو دينامية حية متحركة تتطلع إلى مغرب قوي آمن بملكه وشعبه. ورابعا وأخيرا لأنه يجسد الترابط المتين بين شباب الأمس الصانعين لمجد هذه الأمة وشباب اليوم الذين يحملون مشعل الغد. فالشباب هم عصب الأمة في حيويتها ونشاطها، وهم أملها المغذي دوما لطموحاتها ومصدر قوتها وضعفها وغناها وفقرها، وبالتالي فهم مصدر العمل والإنتاج والقوة. بهذا تنتهي المداخلة الأولى، وتنطلق المداخلة الثانية للحديث عن مكانة الشباب في الإسلام في محورين. المحور الأول يتفضل بإلقائه بين أيدينا فضيلة الأستاذ سيدي حسن ببعلي في موضوع الشباب في القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله تعالى أيها الأحباب الأكارم، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. إن لكل أمة ذكريات تعتز بها وتفتخر بها، ومن ذكريات بلدنا الحبيب ذكرى عيد الشباب، وهي الذكرى التي ترمز إلى ميلاد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله تعالى وبارك في عمره. وهذه الذكرى هي فرصة سانحة
الوعاظ وللخطباء وللمصلحين بصفة عامة للحديث عن الشباب وأهميته ومكانته. فمرحلة الشباب عند الإنسان مرحلة من أهم مراحل حياته، إنها مرحلة القوة، مرحلة الجد ومرحلة النشاط ومرحلة قوة العطاء. فلذلك حري بالمؤمن أن يقف وقفات مع هذه المرحلة المهمة في حياته، وهي أيضا من المراحل التي سيسأل عنها خاصة يوم القيامة، سيسأل عن عمره عموما وخاصة عن مرحلة الشباب. وقد أولى الإسلام عناية كبيرة بالشباب قرآنا وسنة. فالقرآن الكريم أعطانا مجموعة من القصص تحدث فيها عن مرحلة الشباب وعن أهمية الشباب وعن دور الشباب في النهوض بالأمة. فمن هذه القصص قصة أصحاب الكهف، قال ربنا سبحانه وتعالى فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء الفتية بصدق إيمانهم وصدق عزيمتهم في الإصلاح ورغبتهم في الخير ونفع البلد ونفع العباد وكرههم للشرك والكفر والانحراف، قاموا إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. فقاموا رافضين كل مظاهر الانحراف وكل مظاهر التسيب في المجتمع، فقاموا ذابين عن الحق ناصرين له. فخلد الله تعالى ذكرهم في القرآن، وها نحن نقرأ سيرتهم وقصتهم إلى يوم القيامة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والقصة الثانية قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، عليه وعلى سائر أنبياء الله ورسوله الصلاة والسلام، لما رأى ما كان عليه قومه من عبادة للأصنام فغاضه ذلك فاحتال عليهم فكسر أصنامهم في غيبتهم. فلما جاءوا مستنكرين من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. والفتى في هذا السياق المقصود به الشباب. هاتين القصتين من القصص العظيمة التي تبين أهمية الشباب ومكانته في حماية البلاد والعباد وفي نفع البلاد والعباد في جميع ميادين الحياة، سواء الجانب الديني أو الاقتصادي أو العلمي والثقافي وغير ذلك. فمرحلة الشباب هي مرحلة العطاء ومرحلة القوة ومرحلة الجد. وأي أمة من الأمم التي تريد التقدم والازدهار وتصبو إلى أن تكون في مصاف الدول الكبيرة إنما تهتم بشبابها ونشئها، لأنه هو الذي سيحمل المشعل من ورائها من بعدها. وكذلك سهام المغرضين للدول والمعادين للأمم إنما يوجهون سهامهم القبيحة والخبيثة لفئة الشباب، لأنهم يعلمون أن النيل من الشباب هو النيل من البلد والنيل من مستقبل هذا البلد وهذه الأجيال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أميرنا مولانا محمد السادس بحفظه، وأن يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله. شكر الله تعالى لأستاذنا ودكتورنا سيدي حسن بابعلي على بسطه هذه النماذج من خلال القرآن الكريم، وكما أورد في مداخلته فالنماذج كثيرة وإنما ذكر بعضها تفاديا للطول. وننتقل إلى المداخلة الأخيرة في هذه الندوة المباركة مع فضيلة الأستاذ سيدي محمد أيتعزي في موضوع الشباب في السنة النبوية، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، في ذكرى عيد الشباب. الشباب هو عدة الحاضر وأمل المستقبل، وهو الدرع الواقي لهذه الأمة،
ورأس الحربة في المنطلقات التاريخية الدقيقة، والطاقة التي تتفجر نشاطا وحيوية في حاجة إلى توجيه سليم ورعاية متبصرة وحكمة الشيوخ وحنكتهم. والمغرب وطننا العزيز يتوفر على نسبة عالية من الشباب، وخير ما يرشد الشباب ويوجه سلوكه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم. فقد اهتم الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابة الشباب، واعتمد عليهم في المهمات الصعبة التي قام عليها بناء الدولة الإسلامية في مجالاتها المتعددة، في التنظيم وفي التعليم وفي السلم وفي الجهاد وفي ضروب الفداء والتضحية. وسنكتفي باختصار وجيز على الإشارة إلى بعض النماذج من الصحابة الشباب الذين أسهموا في نشر الإسلام. فنجد الإمام علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في النيابة عنه في النوم في فراشه، وترك له الأمانات الناس حتى يؤديها له. ومن الصحابة أيضا الشباب نجد مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، ونجد كذلك معاذ بن جبل وأسامة بن زيد، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته على الجيش، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أتم أبو بكر رضي الله عنه هذا الأمر، مع ذاك الاعتراض الذي كان من بعض الصحابة ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه، إلا أن أبا بكر نفذ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينويه ليبين مدى اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفئة من الشباب. لهذه المعاني وغيرها، وربطا للحاضر بالماضي وتطلعا إلى المستقبل الباسم، نظر المغاربة لهذا القطاع الحي من المجتمع وخلدوه بعيد الشباب، اعترافا منهم بما بذله الشباب من تضحيات جسام من أجل الدفاع عن المقدسات الدينية والوطنية. واقترن هذا العيد بميلاد أمير المؤمنين صبت النبوة جلالة الملك محمد السادس أمد الله في عمره، وأقر عينه بسمو ولي عهد المولى الحسن وصنوه الرشيد المولى الرشيد وسائر الأمراء والأميرات، إنه مجيب الدعاء. هكذا أوردنا هذه النماذج باختصار لنبين مواقفهم وإسهامهم في نشر الإسلام والاقتداء شبابنا بهم في هذه المناسبة، مناسبة ذكرى عيد الشباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الله ينور. مزيان 4 دقائق. شكر الله تعالى لدكتورنا وأستاذنا سيدي محمد أيتي عزي على هذه المداخلة الطيبة، والتي استشرفنا من خلالها ومن خلال ما سبقها أن الإسلام أولى للشباب عناية كبيرة. فنسأل الله أن يصلح شبابنا وشباب الأمة، وأن يحفظ الله تعالى هذه البلاد آمنة مطمئنة، وأن يرعى الله تعالى بكنفه مولانا أمير المؤمنين وحامي الملة والدين جلالة الملك محمد السادس، وأن يبارك فيه وفي ولي عهده وفي سائر الأمراء. وإلى محطة قادمة نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.